La ville de Tizi Ouzou a connu mardi son premier débat public sur le projet de révision de la Constitution avec en vedette Dr Souilah Boujman, juriste et ex-sénateur connu. L'officialisation de Tamazir, l'article 51 relatif aux binationaux, la limitation du mandat présidentiel à deux et d'autres sujets étaient au centre de ce débat qui s'est déroulé à la Maison de la Culture en présence d'un public très moyen. Nous vous proposons ce montage photo avec l'enregistrement d'une partie de ce débat. السلام عليكم زوج النواب. مسيو لو كونفيرونسي نشكرك على اللقاء. عندي سؤال فيما يخص الدستور. ما تظنش معايا انه الدستور يحتاج الى حمايه خاصه فيما يخص تحديد العهدات. كانت العهدات في زوج عهدات ومن بعد شفنا هذا الخرق، لازم نقولوا خرق. هذا هو السؤال تاعي الاول بالنسبه لحمايه الدستور من بعض الخروقات. السؤال الثاني بالنسبه للجاليه تاعنا اللي في الخارج. ما نظنش انه ما يخص الماده اللي تمنعهم، لانه حتى الجاليه سي دي زالجيريان، ما نقدرش نمنعوهم انهم يعني عندهم دي كومبيتونس ولا نمنعوهم انهم يشاركوا في سي دي زالجيريان. ماشي حتى يعيشوا معنا، بالك ماهوش عايشين معنا هنايا، ولكن انا الجاليه يروح بارتو يبقى تعلق بالجزائر. معليش نجاوبك مباشرة أخي الكريم باش يكون ديبا هكذا إيميدياتمون، ما يقولش واحد ما جاوبنيش ولا كذا. فيما يخص النقطة تاع المادة تاع غلق العهدات ولا فتح العهدات، أعتقد وفي رأيي أن قضية فتح العهدة مثل ما كان الدستور نعمل به سابقا قبل التحديد تاع 2008، أن فتح العهدة من باب الديمقراطية، أن كل إنسان عنده حق في الترشح، عنده الشروط القانونية اللي معروفة، إذا كان الشروط تتوفر عليه فيترشح، فهذا من باب الديمقراطية. هذا الجانب نتاع غلق العهدة، وهذاك الوقت أنا كنت في البرلمان، كنت في مجلس الأمة، لكن الموقف نتاعي ثابت في قضية العهدة. لكل مواطن جزائري وعنده حق باش يترشح وقادر، وتثبت فيه الكفاءة وتثبت فيه الحكمة وقادر، وعند الشعب إذا أعطاه زكاة بالصندوق برضه. ليميتاسيون في رأيي أنا، في رأيي الشخصي، أن مهما كانت عند الديمقراطيات الحديثة الآن عند في العالم في الغالب ينهجوا تحديد العهدات وتحديد الفترات، لكن حتى لما نحدد الفترة بفترتين اثنتين نرجع لك أيضا للمنطق اللوجيك. اللي قادر يخدم ويفيد البلاد ويفيد هذا الشعب ويعمل دون في وقت ضيق، ماشي لازم له سنوات باش يبان، في ظرف قياسي يقدر يحقق في العهدة الأولى ما حققه بكثير، وتزيد تجيله عهدة أخرى لاحقة. إذن فقضية غلق عهدة ولا فتح عهدة بالنسبة لي شخصيا أرى بأنها لا تتماشى مع التطور اللي يحصل في الكفاءة وفي المقدرة وفي الحكمة وفي تسيير الأمور وفي الشأن العام في وقت ضيق قصير يقدر يدير واش يدير، فما بالك بمدة 2 موندا. قضية أن الدستور فهو دستور قانون هذا، والدستور ذاته ممكن أن يخضع للتنقيح للتصويب للتحديد. إذن هنا ما نقدرش نستخدم الأساليب اللي هي ممكن تجرني لطرح، معليش هذا طرح فكري مقبول بصح قد يكون مغرض، قلت قد يكون للاستثناء. جاليتنا في الجزائر مكرمة معززة، السياسة الخارجية للدولة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية تعمل على ترقية ومتابعة حقوق الجالية في الخارج في حصة من الحصص، حتى في الشروق اليومي في حصة، وتكلمنا مع واحد بتاع حقوق الإنسان، هو يتكلم لي على حقوق الإنسان
داخليا وبنوع من النظرة نتاع النقد الغير سلبي. قلت له أنا بالنسبة لي في فكري كمواطن وأحترم حقوق الإنسان أيا كان، حتى المواطن اللي في وطنه مو عنده حقوق على دولته في الرعاية، في المتابعة لوضعه، في الأخبار نتاعه، لأنه رعية جزائري، والجزائري في الخارج أيا كان في أي مكان كان تبقى سلطة الدولة عليه في الرعاية. لما تجي المواد في الدستور هنا وتضبط مادة اللي هي الجزائري في الخارج، لابد أن نمتثلوا لأربع معايير. أولا أنه مواطن الدولة الجزائرية تمتد السيادة الجزائرية على رعاياها إلى أي رقعة ترابية كانت في العالم. عندنا الجالية الجزائرية في فرنسا انسكري مليون جزائري مسجل في القنصليات وفي السفارة. عندنا تقريبا 3 ملايين نو انسكري في أوروبا. في العالم كامل الجالية الجزائرية تقدر توصل إلى 6 ملايين 7 ملايين، من بينهم المسجل وغير المسجل. هادو مواطنين جزائريين، حتى وكانت عندهم جنسيات واحدة أخرى يبقوا مواطنين جزائريين. أما قضية التنظيم الداخلي للعمل، قلت لا فونكسيون بيبليك، الوظيفة العمومية سي دي فونكسيونير، ونستفاد من الطاقات نتاعهم والخبرات نتاعهم، وما يكونش هما بالعكس وعاء يزيد إضافي للطاقات الجزائرية باش نعملوا جنب إلى جنب. أما الأعمال واحدة أخرى اللي ضيقة اللي هي المهام السياسية في مجالات محدودة، واللي هو المشرع يديرها بقانون اللي تضبطها على أساس تنظرها بميكانيزم الجنسية، جنسية الوالدين والزوجة، وأيضا الولاء للثورة التحريرية والإقامة. هادو أنا سميتهم ليس ديباليز، وإنما نوع من الحمائية، نوع من الحماية. المتتبع للشأن السياسي كما راك تتبع أنت للوضع يشوف أن هذا البلد يتربص بها، المتربصين بالبلد حتى من جهات واحدة أخرى، ويدرسوا الوضعية تاع البلد كما ريفيري من دقيقة لدقيقة. وبالتالي أي انزلاق، أي هزة، أي حاجة تصرالنا كما صار في جوار الوطن العربي يوليو يديروه في المخبر على مصراعيه. وقلت لك بين قوسين أول طائرة جزائرية، أول طائرة تجي وتجيب اللي يقولوا لك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا احنا ما نتمناوش وما نتكلموش فيه، وفي نفس الوقت توجدنا كيما كاين هذوك الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في حماية الحدود. أنت هنا راك حامي، أنت هنا بجلوسك في هذه القاعة وسماعك وتداولك والنقاش اللي راك تناقش راك تحمي في بلادك. وكما قال بومدين نفة نتاع اطراف تخرج خارج الحدود تجري موراها وتردها وتجيبها. هذا هو المبدأ نتاعنا. دبلوماسيتنا ثابتة، مبادئنا ثابتة، ما ندخلش في شؤون الآخرين وما نقبلوش يدخلوا فينا. وفي نفس الوقت كان دابا انت تدعي الديمقراطيه، تدعي حقوق الانسان، تدعي كذا وكذا، ومازال شعب يحن، شعب يعذب، يقتل، ينتهك، ومقابر جماعيه وتزيد تقملوا بالفوسفور. اذا هذه مواقف اللي تخلي اننا ما ننظرش نظرات جوست هكذا دي فيزيون تري ليميتاتيف، ننظر للبعد لانني اخترت نعيش في هذا البلد وابن هذا البلد وناظر على كل ما ينفع. إذن هذا الدستور يحميه المجلس الدستوري ونحميوه، يحميوه، احنا نحميوه. انت الآن أعطالك الحق بالقانون الجديد هذا أن يمكن للمتقاضين أن يطعنوا أمام المحكمة العليا وأمام مجلس الدولة بعدم دستورية القوانين. وهذا الملف يحال من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة إلى المجلس الدستوري باش ينظر هل القانون يطبق على قضية معينة في إطار دستوري ولا لا، وعليه أن يجيب في ظرف 4 أشهر، ويمكن أن يمدد لغاية 8 أشهر. إذن هذا تطوير وهذا شيء جديد. كما كان الإخطار للنواب، الآن النواب 50 نائب في المجلس الشعبي الوطني يمكن يخطروا المجلس الدستوري، 50 نائب في مجلس الأمة يمكن يخطروا المجلس الدستوري. المعارضة بالاتحاد
وبالتعاون وبالانسجام داخل البرلمان. ما نديرش الضجات الى داخل البرلمان من اجل التلفزيون ولا من اجل وسائل الاعلام، على اساس ان تكون فعاله، تكون افيكاس. فعل المواد القانونيه اللي اعطاها لنا القانون، فعل السؤال الكتابي، فعل السؤال الشفوي، فعل الاستجواب، فعل ملتمس الرقابه، فعل مساعده الحكومه. اذا اقتضى الامر سحب الثقه منها، سحب الثقه منها، الدستور يعطيك سحب الثقه، ولا مره لقينا سحب الثقه. اذا هذا ماهوش الفصل بين السلطات، هذا اللي يكونوا في البوست دو ريسبونسابيلتي عليهم باش يقوموا بالواجب ديالهم. شكرا. Quant à l'officialisation de Salam Tamazir, c'est parce que certains partis, soi-disant leaders de partis politiques, ils ont fait de ça leur cheval de bataille. Aujourd'hui, on vient de mettre un terme à ça. Donc, et on vient aussi, je dirais pas de parachever, je dirais même d'achever, c'est-à-dire on vient d'officialiser notre identité nationale. Effectivement, c'était un là, aujourd'hui c'est une réalité. J'ai vu aussi dans cette constitution l'article 178, si je ne me trompe pas, dans son alinéa 8, où il parle d'abord, c'est-à-dire que personne ne pourra toucher à cette constitution. Certains points, ils ont été cités, et parmi ces points, il y avait l'alinéa 8 qui parlait d'un mandat de deux mandats, c'est-à-dire éligible une seule fois le président de la République. Donc il me semble qu'on vient de faire un pas de géant. On vient au moins de mettre un terme aux spéculations et bafouements de cette constitution. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je félicite l'initiative du président de la République, en l'occurrence le président Abdelaziz Bouteflika, parce que c'est un courage d'officialiser une langue qui, nous tous, savons que c'est notre langue, c'est la langue que nous avions tétée au sein de nos mères, et aujourd'hui, je dirais en un seul mot, félicitations pour nous tous, et en principe, une fois que ce projet arrive à terme et soit réellement approuvé, normalement on doit faire une fête de cette constitution, et merci. السلام عليكم. شكرا استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور صفير الحكم على هذه المداخله يعني الشيقه وكلش. انا بودي رايح نطرح سؤال تقني وجدته تقني ما دام نحن في الميدان. انا ترون معي بان رئيس الجمهوريه هو يعتبر حامي الدستور، والدستور حامي المؤسسات. يعني انا ترون معي ان يعني لو بوست او المركز تاع رئيس الجمهوريه حين هو يقول حامي الدستور وهو يدعو الى اشك فوا كل رئيس راح يترشح راح يدوموندي اوتوماتيكمون مثلا عنده القانون الحق في تعديل الدستور، الا يعتبر هو يعني يخرق الدستور. هذا النقطه الاولى، لان الجزائر كما عهدتم منذ 63 شهدت عده دساتير. لماذا هذا التعديل المتجدد يعني ومتكرر في الدساتير؟ علاش احنا ما وصلناش الى دستور جامع مانع كما سائر البلدان كما الولايات المتحده؟ يعني كان يمشوا في نظريه جون جاك روسو واللي قدم لهم يعني الدستور مازال سايرين عليه حتى اليومنا هذا، على الرغم من الصراعات والكذا يعني وتدخل الثقافات يعني وما عندوش الدستور تاعهم. حنايا اشاك فوا البريزيدون يعدل. علاش هذا يعني لا استقراريه في الحياه السياسيه؟ وشكرا. السلام عليكم. نتبغى إلا كان باسكو الحدث اللي هنا إلا كان إلا قدرنا bien qu'il nous organisions la rencontre aquí. On a organisé cette rencontre parce qu'il y a un vide à Tizi Ouzou. Pour répondre à Madame Salha. Moi je fais un appel parce que normalement il y a eu un projet dans la vision de constitution. شحال الجماعات اللي عندي Tizi Ouzou؟ شحال les partis politiques اللي عندي Tizi Ouzou؟ On va dire ça. C'est soit là مراه فايس en tant que technicien docteur en la matière. هذه استفهام. من يكون نطلبوا لي en tant que société civile
On doit expliquer. Parce que, il y a le Khawa, il y a des gens qui disent que la Constitution, il n'y a pas de changement, on a quelque chose de tout ce qui a été mal connu. On doit répondre. On ne va pas se laisser faire. Le projet de la révision de la Constitution a été maintenant pour les changements politiques, économiques, sociaux et culturels. On doit dire ça. Parce que ce n'est pas des questions à réponse sur des articles, mais on doit dire que la Constitution a guidé. Et les jeunes et les associations, il fait de la président de la République, il a eu le courage, on le félicite, on dit que je suis derrière. Hey, je les adversaires, il dit قارني ظلي بديك تمازيغ ما يدخلوهاش في الدستور كانوا يقولوا هكذاك ميم با 3 ما 4 mois ديفيزيو الزو ومن بعد جا لو بروجي de la Constitution تكشف المسار داخل on voit les télévisions privées أسقارا ما هوش الكلام ماشي تمازيغ ارتيكل 3 ما كانش لا ارتيكل 3 لا والو يفكت تمازيغ ومبروك علينا أين parce qu'il y a des gens qui disent بلي كنت يفكت تمازيغ خلاص فيني الكوطا فيني l'apparition avec inchallah la nouvelle constitution وزن روحك كحزب باش تداوم باسكو هي زيك شباب باتاي تمازيغ دونك الكوطا ديبيتي الكوطا كوم سا خلاص avec la nouvelle constitution روح وزن يمانيك ديال لا سوسيتي ديال الشعب باش تداوم ديبيتي باش تداوم الناس وثنين الحاجه نظر نتوت مليح هي مثلا le Conseil supérieur de la jeunesse. Nous sommes dans un monde, on n'a pas parlé de ça. Nous sommes dans un pays où la population, ils ont moins de 30 ans. On doit dire ça, c'est la société civile. Il va s'agir avec le Conseil supérieur de la jeunesse. Donc, le jeune il يستاهل داخل la société. Je peux dire une chose. Il se met. C'est très important. يا الخوان ونسوا ترى انا يكذب لا يكذب طاول en 95 boycott scolaire avec boycott scolaire on demande la matière oui boycott scolaire ça veut dire que l'acte en lui-même le boycott scolaire c'est un acte criminel parce que ils ont perdu leur vie يفاند وكذا كي يقارن وليس مازال تساكير اذن هني تدوموندي اذن هني خدم لو بويكوت سكولار يفاند بون لا ونسنا هذا تروج يقارن ديال الوقت اللي بونت تاع الولايات دي بي واحد في كوماردات لازم نقولوا الشهاده ونزيدوا حاجه وضح شويه وضح عيني بالوا بيان سور بيان سور يا الخاوة يا الخاوة سي فيني يا تو سلك لك اسمع تمازيغ سي ان كومبا يكفي نافون لو برومي نوفمبر 54 يعني بنا خرم شو بالشو امشي تسكر لك انا تي دكتور سويلاح سي بارك ربي يا eu des gens avant dans le mouvement national pendant la guerre de libération après la guerre mais le problème c'est qui le problème c'est qui وكيف يقارنوا الناس هي ils ont pas de programme ils ont aucun programme مثل حق الانتخابات يقول لك لا ما باسكو دابا زعما كتيت ولا غير واش ما فيش برنامج باسكو يوجد والناس اللي كي demandent la transition واش la transition الخوا la transition il y a des institutions dans ce pays qui fonctionnent très bien des gens qui ont participé aux élections législatives, communales, présidentielles, mais soit pour une transition. Une transition باش تكون في الحكومة. واحد الشاب إذا عندك مصداقية إذا عندك ديبرسي يعطيو للشاب ولي رئيس الجمهورية. C'est ça le problème. وما ضمني لا كتكمل هاكي parce que la majorité des organisations de masse des associations ils sont là le cachet dans la poche ils demandent des subventions. Non. La société civile,
les associations doivent faire des conférences. Parce que demander une subvention, c'est une aide matérielle pour des conférences qui gagnent un massacre. Les qui sont de l'actualité, pour le moment. Non, il a qu'à dire, parce que ça change de Noël. La majorité, qui demandait l'officialisation de Tamar, qui est capable plus que l'Obama. Ouais, السلم اللي كان في مازال في الصفوف قناه انا وسكان طارومي انا وسكان ثماتي اقسم بالله ونسيتكم حاجه جي دون نوتر اسوسياسيون دو ولاد تاع ولاد المجاهدين ان كادر الشيخ مزيان اش يدير لنا انك لي جون يديك شنا لك القرن انك سي با لي كابي ذراو لي فونكسيونير دوطر ولايات كي سون ريزيدون ا ديزيوز Donc, pas qu'un peu de frère, ou les jeunes, les jeunes, la société civile, faire, on ne peut pas manipuler. Là, où il y a alors, je défie n'importe quel chef politique, organisation de masse, d'une association, c'est fini. Le peuple, c'est noir, parce que l'Algérie, vous savez qu'il y en a quelqu'un. 1 demi-million de choix de la formée. Nous sommes à la veille du 18 février, là je vais lâcher. Et vous avez le docteur Soulah Boudjma, qui est l'un des fils de Chouada, sachant qu'il y a malade. Qui, moi personnellement, celui-là qui a la conscience dans ce pays, à chaque parcours, déjà, mais on a des soucis de la le président de la République, c'est le seul avec je me déterre, nous sommes là. C'est que on voit, même, parlons, on peut pas ça y est. Donc, on félicite le président de la République. D'autres questions, s'il vous plaît. La première des choses, alors dans le peuple algérien, le FLN appartient à tout le peuple algérien. Le FLN 54-62, Moudrier Gazen, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés. Alors, nous d'abord, le FLN appartient à tous les Algériens. On va le mettre dans un musée. Le FLN, on ne va pas laisser les gens saillir. Le FLN appartient à tout le peuple algérien. Et je remercie le président de la République. Il n'a jamais, alhamdoulilah, on s'entend que les Mazirs dans le provincial, l'interdiction du bruit, parce que les Mazirs appartiennent aux Algériens. Les Mazirs, les Soudeurs, les Imous. Ici, il y a des raïs Mazirs. لكن تمازيغ بوليسي ديال كازون المدن ديال كازون لكن البويكوت سكولاري ديال كبار لو بويكوت سكولاري البروجيتون دي بويكوت سكولاري ميراه سي مون رامي انتي نسودي لي بروجيتون dans la journée d'espoir. Si vous l'avez ou dernier, je remercie la unité de Mazir, le ministère du président de la coordination, j'étais le vice-président Inès, et alhamdoulilah, les boycotts scolaires, il a ramené un plus de Mazir. Alors, monsieur Bouchma, soit là. نكمل كان في الهدوء كان بالعقل كان باش انت مقطع العقل كان لكن الناس قلنا بلي لا ولا كي لا ولا العقل لا ولا الحكمه لا ولا كذا تفضل سي شوهب الى
أين نهضر بالنسبة ديالنا اللي راه نصراو سن الدار دونك كنهضر غير في المزيان يمكن السكين جو مراكوني اوفيسيالمون في الجزائر سي فري النيابات كي تيتي كونتاكت مازيان في سيرتان طون السكين ما بدل لي ما بدل لي 180 degrés le virage نسنا حاجه جو ركوني كو لي تاي تاع مازيان تاكي با اكزيستي كوموند اوفيسيال ركوني الشعبي سي تاعك الجز دوني الرقم دوني ستارت نسير الطيب وكما تشوم ديال الغلطه ما الا تسوات دي هكذا ما بون باش تعرفوا انت مازال دي اوفيسيال ولا شغل اي ميمي تفهم تسواتيها المهم فهميت السكين il faut penser à la production il faut produire pour cette langue amazigh il est officiel ونزمر انا ما ديرنيو اوفيسيال او ميم تيتر سور لا لونغ عرب باسكو نا ريان كوم برودكسيون اساكي لاكارت لو كان تساوي راه لي فيلم طارت يعني طرد في القبائل وتسال اون با برودوير 24 heures اساكي باش تطلع على ميري غتخمض نكتب لي سونس مازال لا كاتسيون سير دونك il faut penser à la production une académie pour promouvoir cette langue ولا بلاش ils vont se reposer en fait sur la production ماشي داول ماشي دابلو ماشي دابلو زينا زينا أين يا يبود السم c'est assez plus qui va nous intéresser encore plus باش نكشف dans des débats ومنو دولام les moyens nécessaires pour promouvoir cette langue باش تسكن تسرع تسوى la langue du pain ما إلا يون يحصل هذه غير مزيان هذه فاس كل شيء هذا كله il va avoir son salaire fixe attirable et va être un peu partout dans le village اللي ورا الولايات لا اتيحو كاين شي ما انتريس سي صا اون بات تورا تمزيغ tu même peut-être que ça va connaître c'est pas bon des gens qui vont donner dans texte quand ils ont dans ce temps le jeu que tu تمزيغ داك تيحقر مرة بس النصح donc il faut penser à la production l'artiste de produire وكذا كيسال لي بار par exemple de faire des fonds de commerce des bars خلمي d'une mission d'édition produire moi des auteurs لن يبدو ردك تبينو فينا الوهنية وهنية تشوفها دونك نيد يروح تغرب خلمي دي ميزون ديديسيون ما تحمل تمازيغ خمسية بلا يكاسيت بور ان ارتيست جو ne sais pas il y a beaucoup de choses fais-moi des films اتير لا كاتي لي بور c'est-à-dire il y a plus de production pourquoi donc كيف مثل الشغل لو كان كده نسمع ما خاطر peut-être je me suis pas préparé pour ça كل حد donc c'est imprévu donc j'ai fait un peu de tout. Mais la conclusion de ma pensée, je m'en vais dire que la mesure là, il est reconnu par le président public, il est des terrains. On le remercie beaucoup. Il est président d'honneur de la GSK en 63, c'est en 2016, il est un mesure officiel, on le remercie. Il n'y a aucun problème, il est notre président, ne va en oublier notre président. Il y a un pareil que l'on pas été mesure. Donc là, c'est la production. Pensez comment on va produire pour cette mesure. C'est tout. C'est le mieux de la façon. ما نحتكرش انا نبدا ونخلي السوق يتخمم. شوف الاحتكار في ماده معينه في ظرف قياسي تاع اسبوع 15 يوم تكون باراليزي، سواء السكتور تاع الباطمه، سواء تاع المواد الغذائيه، سواء تاع الكذا الى اخره، لابد نضبط هذا الجانب. هذا الميكانيزمات اللي مضبوطه في الدستور. والجديد في الدستور ان حتى في الامور الاقتصاديه لا فيزيون بلاجيلي للمنظمات الدوليه الاقتصاديه ولا لي كارتر ولا التبادلات تاع المناطق الحره لابد ان يكون البرلمان يمد رافي بريالابل الاذن المسبق نتاع البرلمان وبعدين لا راتيفيكاسيون تاع البريزيدون دو لا ريبوبليك بعدين المصادقه لرئيس الجمهوريه. هذا نسميه نوع من الرقابه القبليه والرقابه اللاحقه ونوع من الفيجيلانس. رانا شايفين لما نرجع للسؤال العام الوضع العام الشكوى الاقتصاديه او الوضع الاقتصادي تدهور اسعار البترول المحروقات والبترول تدهور الاسعار تاع القدره الشرائيه الحالات اللي راه يعيشها المواطن من الزيادات اللي راه الاخر هنا ما نربطهاش بالدستور تقول لي اولويه هذا شغل شاغل هذا يعتبر شغل شاغل بدستور ولا بدون دستور تهتم بهذا ماشي الدستور هو اللي يهتم لك بهذا الشيء غدوه لو كان البلاد تروح فيها الله لا قدر كاش حاجه ما يبقى لا دستور لا حل الطوارئ لا كذا ما نروحوش لا ترانزيسيون اذا هذا
نطلقوها للمزايده لي زونشال بوليتيك. اذا كان تقدر تخدم على الحكومه اللي هو الجهاز التنفيذي اللي يعمل، والمسؤوليه تاعو المسؤوليه تاع الحكومه انها هي اللي تبحث عن الحلول هذه وتوجد الحلول هنا تصر على هذا الجانب. ما نربطهاش لا بالجانب تاع الدستور ولا بالجوانب القوانين، صحيح نعطي لها الميكانيزمات اللي باش تخدم، لكن تعمل وتتراقب من البرلمان على البرلمان يراقبها. اذا المسؤوليه مشتركه، نتعاونوا مع بعضكم، معليش التعاون، معليش انه تتلاحموا تنسقوا، لكن ما يكونش على حساب المصلحه العامه وعلى حساب الشأن العام ونوع من التبعيه. هذا اللي يطرح سؤال كبير، قضيه الاولويه ليست هذه النقطه. لما نطرح لك على الدستور الان ونربط لك بالاولويه، رايي فكري رايي، وهو هل الجزائر في حاجه الى تعديل الدستور الان ام لا؟ ربما نجاوبك تقول لي سؤال عندك جرأه اللي راك تجاوب. نجاوبك من فاتك ولا نجاوبك باسلوب معين ولا حاجه تقول لي راك تراوغ. انا نقول لك الشيء اللي رانا فيه حاليا من القوانين والوضع اللي رانا عايشين به والاصلاحات اللي راهي متواصله، هذه اصلاحات ما هيش ثقيله، ما هيش تليفون رود، اصلاحات متدرجه، لان وضع البلد ضعيف، وضع البلد صعب، التربه تاع الاصلاح غير خصبه، قد ما تعطي لها جرعه قويه تروح لها ديستابيليزاسيون، روح لها بالعقل. اذا هذا اللي يخلينا ان التطور اللي حاصل متدرج، ديمقراطيه هادئه، ونبني حسب ظروفنا حسب وضعنا. هنا اللي يخليني نقول لك السؤال اللي يطرح على مجلس الامه، تطوير تشريعي حقيقه، هل بدلنا شيء في مجلس الامه؟ زدنا له بعض الاضافات تاع نقاط تعطينا صلاحيات للنواب اللي ينتخبوهم المنتخبين تاع الولايات، اللي تم عندهم حق باش يقترحوا قوانين في التقسيم الاقليمي ولا في التهيئه المحليه وغير ذلك، محدده 3 قوانين. لكن لا ميسيون برينسيبال، المهمه الاساسيه لمجلس الامه، عنده اختصاص تشريعي سياسي سوي جينيريس. هذا ما كاش في دول واحده اخرى، لان مجلس الامه عن طريق الميكانيزمات نتاعو يقدر يفريني المد الايديولوجي. غدا توصل لك نظره سياسيه ولا موفمون ايديولوجي ولا حاجه، يقدر هذا الميكانيزم يتوظف. اذا توظيف الميكانيزم هذا هو حفاظا على استقرار الدوله، صمام وامان. ما تقوليش باللي الجزائر نهجت نظام مجلسين تشرع، كما تشرع في الغرفه الاولى تشرع في الغرفه الثانيه وبعدين يمر تشريع وخلاص والمصادقه. انا ما نفهمش هذا الفهم تاعي، الطرح ديالي ماشي هذا هو. خدمت 12 سنه في مجلس الامه، كنت معين في الثلث الرئاسي في الفتره تاع زروار بن ذكره بالخير والفتره تاع السيد الرئيس بوتفليقه، لكن ما حسيتش ولا مره خدمت في مجلس الامه، ما حسيتش. تقدر تقول لي كيفاش ولا ما حسيتش؟ حنا تبعنا، عندك الكتب، عندك الندوات، عندك المعامل، عندك كذا كذا، ما حسيتش وما نتمناش نحس بهذيك المهمه، لان بالنسبه لي الرول اللي يقوموا به الحراس نتاع الدوله في جوانبها الامنيه والدفاع الامني والسياسه الخارجيه والجزائر تبقى واقفه، هو ميم رول تاعي لما كنت في هذه المؤسسه اون كا دو ديباسمون، وصلت البلاد على شفا تاع كذا وكذا، تلقى ولادها في مجلس الامه، سي رول بوليتيك. لان الصيحات التحرريه لا ديمقراطيه تكون في لابريمير شامبر في البرلمان، والملتي بارتيزم القوي يكون في لابريمير شامبر. لكن اذا كان الاغلبيه البرلمانيه بطرح نظره مغلقه فهمي وصلتنا لوضع اللي عشناه كما عشناه سابقا، في هذه الحاله تلقى صمام الامان هو مجلس الامه. اذا الدستور الحالي يمد بعض البريروغاتيف ويحافظ على المسار اللي نسرع به البلاد. على هذه كنت نقول لك باللي الدساتير نتاعنا متلاحقه، 63 بعدين 76 الميثاق الوطني حسب الوضع نتاعنا حسب البيئه انذاك، التحول اللي صار في 89 درنا الانفتاح، الظروف اللي صرات ما صراتش بتعدديه
حقيقيه يعني بصوره كامله، لان التربه غير خصبه. كان هذا في الحق الوقت خرجنا من نظام الحزب الواحد. لو كان درنا لا دوميناسيون، يقول لك ها مازال الحزب الواحد يدوميني. لو كان ما درناش لا دوميناسيون، درنا لا سوبلاس، رحنا ل 400 حزب وصرا وصرا. الان نمشيو بطرح تعددي، انفتاح سياسي متدرج. الكمال لله، ما نقدرش نقول ان الاحزاب راضيه كلش على القوانين التاسيسيه تاعها، لان القانون الاساسي للحزب يقول لك الحزب هو مجموعه اشخاص، افكار ومال يشكلوا حزب. لكن قضيه لا بروسيدور نتاع الادمينستراسيون والرخصه والاوتوريزاسيون وهذه فالانظمه المقارنه يقول لك سامبل ديكلاراسيون، تصريح بسيط نقدر نعمل. وهذا هو ايضا النظام الجمعوي، لا سوسيتي سيفيل. لكن وضعنا اليوم ايضا يحتاج الى اننا نوضع بعض النقاط الحمائيه، لا اسمي حواجز ولا اسميها قواعد قانونيه جامده، وانما خلي فيها لا سوبلاس، المرونه تخليني نعمل. الان البرلمان يقول لك انا هو ممثل الشعب. حقيقه انت ممثل الشعب وانت عندك الوكاله تاع الشعب. علاه ما قدمتش اقتراح القوانين؟ روح للبرلمان، شوف القوانين اللي تمت في جدول الاعمال تاع مختلف الدورات التشريعيه، الى لقيت المقترحات نتاع النواب. هذا لا يعني باللي النواب ما عندهمش المقترحات، بالعكس يبذلوا الجهد ويخدموا ويتعاونوا وكذا. لكن الحكومه كسلطه عموميه كمرفق عمومي تسهر على الشأن العام. لما تسهر على الشأن العام عندها أرمدة من الموظفين ومن الخبراء اللي يقدموا هذا العمل، وبعدين يتبنى على مستوى البرلمان. إذا هذا العمل اللي قدمته الحكومة ليس للحكومة وإنما للجزائر. استخدمت الخبرة ديالها، استخدمت الكفاءة ديالها باش وصلت المادة للمناقشة. نفس الشيء الآن لما ندخل الاستحقاق الانتخابي. من اليوم من الآن رانا 2016 غير كيما بدينا رانا 2016 عندنا استحقاقات جاية. إذا عندكم دي بريفيزيون وعندكم توقعات وعندكم طرح، وهذا نتكلم فيه من الأحزاب والمعارضة في نفس الوقت، ويكون هذا الطرح بناء، ديما نتوجد أخدم وقدم المشروع نتاعك نشوفوه ونتناقشوا فيه. تقول لي مراقبة الانتخابات لازم تكون جهة وكذا وكذا وكذا، ولازم تكون لجنة مستقلة. لجنة مستقلة مليح، لجنة مستقلة. لكن حتى الدستور الحالي تعرض للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بشخصية معينة ومن أشخاص يعينهم المجتمع المدني. هذا الطرح عند المعارضة يقول لك هذا ما غيرش. صحيح سيدي، ما غيرش، هذه موجودة. لكن سيد التيران يكون قانون عضوي اللي ينظم هذا الشيء. الآن اقترح أختم من الآن، وجد الجهد ديالك باش تقدم لنا واش المقترح تاعك. ما تقوليش المقترح أنا فقط نراقب الانتخابات والداخلية ما تخدمش، تروح كونجي. يعني كلش لك ودبر راسك وكذا، كأننا سلمنا البلاد في يد أناس عندهم لاغريمون تاعهم نتاع احزاب سياسيه ولا تاع تنظيمات جمعويه، وشالوا المصير تاع البلاد. قلنا لهم نظموا. هنا تنظم اذا كان من بلاتفورم واضحه ودقيقه ونشاركوا فيها ونتناقشوا. اما مجرد كلام كذا وكذا فهذا جرب في دول واحده اخرى، وقلت لكم حتى التجربه هلوا بها هما وهلوا بها الكثير. لكن في النهايه البارحه ليس تشفي، سمحوا لي انا ما نمشيش نشفها، لكن وضع البلد راهي تعيش في ازمه داخليه ليس سياسيه وانما امنيه. فالارهاب لما ضرب في جبل الشعانبي واحنا لحمايه حدودنا، لاننا عندنا حدود الملاصقه، لو ما عاوناش وجرينا ووقفنا بالمرصاد بالتجربه اللي عندنا ولا بعملنا لكانت الان حدودنا اخترقت. إذا ساعدناهم على الاستقرار. الآن لما نحمي حدودنا على جهة ليبيا وما دخلناش روحنا في الشأن السياسي الداخلي الخاص بهم، لكن بالحكمة والتوجيه مع زعماء القبائل شرف تدريبي ويحاولوا يلموا الجراح بيناتهم.
لما دخلوا الكل امني ودخلت فرنسا في مالي، واحنا كنا بالحكمه نقول الجانب السياسي راحت الايام ورجعوا الى ان الوضع السياسي وحل المنازعات بطرق الوديه هو الحل. لما نتكلم الان على حدودنا من الجهه الغربيه وحق الشعب باش يقرر مصيره، لان ثورتنا التحريريه وايماننا في بيان اول نوفمبر اننا ما نحبش واحد يتحقر وما نحبش الشعب يغبن، وساعدنا حركات التحرر الوطني في اسيا وامريكا اللاتينيه وافريقيا، لدرجه في مؤتمر من المؤتمرات في موزمبيق سامورا ماشال لما افتتح المؤتمر قال كلمه للجنود والضباط اللي كانوا في القاعه، قال لهم اللي تكونوا في الجزائر يوقفوا. وقفت ثلثي القاعه، الثلثي نتاع القاعه وقفوا كامل، لان خير الجزائر والجزائر اللي كونتهم وعندها دور في افريقيا. الان جارنا حب يعتدي علينا في 63 ووقفنا له رجل واحد، وندافعوا الان بحق شعب الصحراء الغربيه باش يقرر مصيره. يقول لك عندنا اطماع، واش من اطماع اللي عندنا؟ عندنا جوار ونحمي جاري كما يحميني جاري. هل نقبل احنا الجريمه المنظمه تحكم على الصحراء الغربيه وتخترق ترابنا ولا تراب افريقيا اللي هي جريمه المخدرات وتبييض رؤوس الاموال والاتجار بالبشر وغير ذلك؟ هل نقبلها هذه؟ هل نقبل الامتياز اللي صاير في المحيط الاطلسي اللي ثروه تاع شعب مغبون سياسيا ومغبون اقتصاديا؟ هنا اللي خلانا نقولوا في بعض الحالات الاستفزازات من جارنا بزاف. لكن احنا عندنا القواسم المشتركه تاع الانتماء المغاربي والانتماء الافريقي والالتزام الاسيوي والشراكه مع اوروبا والالتزام الدولي مع المنظمات الدوليه ومع الدول. وبالتالي الان في السياسه الخارجيه يستغربوا في تألقنا. التألق ماشي معناه اننا نبان في الكاميرات البلوريه وان عندنا دور في كذا ولا كذا، هو البعد الداخلي اللي احنا داخل البلاد ننقدوا في هذا الجانب. لكن الدول والمنظمات الدوليه واشخاص القانون الدولي يعترفوا بهذا الدور اللي تمارسه الجزائر كعضو في المنظمه الدولي حسب مبادئ الامم المتحده. لا تتدخل في شؤون الغير، لا تستخدم استخدام القوه بالعلاقه الدوليه، وتسعى الى حل الطرق بالطرق السلميه والوديه. هذا اللي خلينا يا جماعه نقولوا في النهايه نرجعوا لشأننا الداخلي كما قال الاخ الكريم. صح الاقتصادي، الوضع الاقتصادي رانا الان نحسوا باختلالات المواطن يشكي فيها والكل نشكيو، لازم نعالجوه برسالتنا مع الاجهزه التنفيذيه اللي تقوم بهذا الجانب، وما نخليوش دائما اللوم على فلان ولا على فلان ولا كذا، نخلق. اما الوثيقه الدستوريه اللي عندنا القرآن الكريم هو شريعة سماوية ومنزل، وبالتالي لا يحرف ومحصن ولا يمس. أما الدستور انجلترا عندها قوانين عرفية ديكوتيو، احنا في وضعنا هنا عندنا قانون اللي هو دستور قانون، وقد يكون دستور برامج. لما تلتقي الأحزاب وتكون عندها رسالتها في البرلمان وتصبح قوية في البرلمان وصاحب الحزب الأغلبية، ما نقولش الحزب القوة الأولى، الحزب اللي يكون عنده الأغلبية في البرلمانية وتتعدل القوانين ويصبح يشكل يقدم البرنامج بتاعه هو اللي يمشي. هذه نظرة مستقبلية نعمل عليها. أما نقول الآن في الظرف الحالي في الوقت الحالي نبني نظام برلماني، يا جماعة هذه لا أقول مغامرة لكن صعبة. هذه الصعوبة تتطلب منا الأمور الكثيرة والكثيرة، ربما الوقت غير مناسب. لهذا في العموم en conclusion أنا في رأيي يقول بأن هذا الدستور مقبول acceptable، لكن أنه ليس يعني كلش، والدستور ينقح ويعدل وحسب التطور. والأحكام الانتقالية اللي منصوص فيها حاليا تنص على هذا، ما خلقناش الجد. يعني ما قلتش أنا حاجة جديدة، قلت أن الأحكام الانتقالية والمواد لا تضبط. إذن هذه الوثيقة ما يخوفنيش أنا كما قال الأستاذ صويلح، علاش الدستور تاعنا يتعدل كل مرة. على بالك الدستور الأمريكي عبارة كان عن وثيقة في عدد معين من المواد لا تتعدى 2 باج ولا 3 باج.
لكن براتيك الممارسة الميدانية خلات القوانين العضوية دائما تضيف، وأصبح النظام المعمول به في النظام الأمريكي خدات منه بنوع من الانحراف أمريكا اللاتينية، وأصبح قوانين استبدادية أو أنظمة رئاسية استبدادية، ماهوش النظام الأمريكي تاع الدستور اللي نهضر عليه. احنا لما ناخذ نظامنا الآن لا أقارنه بالنظام الأوروبي ولا بالأمريكي ولا بالعربي ولا بالمصري ولا بكذا، نقارنه بوضعي الداخلي. هل احنا في حاجة اليوم باش نشوفوا المواد هذه تاعنا ونقراها ولا لا؟ في بعض الحالات ارتقت بعض البراتيك من القوانين العضوية ولا حتى من القوانين العادية وصبحت الرسمية. نعطي لك الأمثلة بسيطة. ما كناش نقدر باش نخلي المرأة تتبوأ مكانتها في العمل السياسي حسب النمط الممنوح لها، رغم أن المرأة تقول لك ما تعطينيش الكوطة، أنا حقي نرشيح بالعمل تاعي بالجهد تاعي بالكفاءة ديالي ونثبت روحي. لكن الأحزاب ما خلتهاش، ما وصلتهاش. لما ناخذ مثال واحد آخر، قضية التجوال السياسي. عيننا واحد منا قلنا له راك مكلف بمهمة الانتخاب، وبعدين لما وصل لهيه بدل الحزب وخلانا احنا. وش هي الموضة تاعنا احنا كشعب؟ حاولنا ننظمها في قانون الاحزاب ما قدرناش، نظمت في الدستور. شفنا اتصال في البرلمان فارغين والشعب يقول ولا برس تكتب وكذا ورا من النواب، حتى وصل الدستور بمادة قانونية صريحة يقول لك ان البرلماني عنده عهدة وما يمارس حتى عمل واحد اخر الا العمل البرلماني، ولا بد ان يحاسب على الحضور والغيابات نتاعو، ولا بد ان ننظم نظام داخلي. السؤال اللي مطروح علاش لي دو شومبر ما نظموش الانظمه الداخليه تاعهم مسبقا حتى يجي الدستور ما ينظمها؟ ونزيد لك الامثله كثيره وكثيره. لهذا احنا الان الدستور اللي نعمل به قد يقول قائل ماناش في الحاجه للدستور، معليش ماناش في الحاجه للدستور، لكن في الشق الاقتصادي الاستراتيجي، وهنا نرجع ايضا للاستاذ الكريم باش نقول لك ماهوش نتاع الوضع العام. في بعض الحاجات وزير الماليه في قانون الماليه منح له باش يحول من شابيتر لشابيتر حتى يتماشى مع الظرف الاقتصادي لجور جور يعيشوا البلاد. اذا هذه الوضعيات الاستراتيجيه لابد ندير ميكانيزم نتاع نحارب الرشوه، نحارب المونوبول، المنافسه نسمح بها لكن تكون منافسه نزيهه، نضبط كل ما هو يكافح الفساد. اما الليبراليه الاقتصاديه رحنا منذ الانفتاح الاقتصادي في دستور 89 بدينا في الانفتاح الاقتصادي، كنا على اساس حريه التجاره وبعدين التجاره الخارجيه، وبعدين الان رانا في اطار ليبراليه تقدر تقولي ليبراليه متوحشه. اذا كانت ليبراليه متوحشه اضبطها، ما تخليهاش هكذا متوحشه، اضبطها وقيدها، وبالتالي الميكانيزمات هي اللي تقيد. اما وضع المواطن، انا مواطن وانت مواطن وهي مواطنه وكلنا مواطنين، لا فيجيلونس نتاعنا كامل على حق المواطن. كنا بكري نبكيو على حق الحياه، كان العنف السياسي وكان الارهاب يظهر وكان المواطن يقول لك ما تعطيني ما ناكل ما نشرب ما والو لهنا برك. عملنا باش نقدروا على عمليه الترانزيسيون، وعملنا على اساس يا جماعه ما نخلطش بين العمل السياسي وبين العمل الاجتماعي الاقتصادي وحق الحياه. الان رانا في وقت اللي ربما هنيين مرتاحين ونتناقش براحه، معليش نوع يعني في الراحه، يعني ما نقصدش في المال ولا في القدره الشرائيه، انا نقصد في قضيه العمل هذا. لكن من يخلق des éléments Nous ne sommes pas à l'abri d'une explosion sociale. نعم هذا نطرحه، نلقى des éléments اللي كانوا فاعلين في تلك الفتره في الجانب السياسي واللي اداوا بامور الى وضع الان يخرجوا ويتكلموا ويمدوا افكار لكل واحد يفهمها كما يفهمها. وهنا راني نتكلم بالقوس، واسمحوا لي اذا طولت واشكرا. بالقسم محمد السعيد سكتي زيوزو.